اتبسط. خلاص، وافتح بقك، اسمع بودن وودن. ايوه. بدأت الموضوع في مجال الفن كمطرب، وابتدى معايا الموضوع في فرقة كورال منتخب شمال سيناء. بعدها اترشحت ان انا اكون مطرب بغني فردي. في الاول كنت ضمن مجموعة بتغني. طول ما انت بعيد عن عيني يا محل. صدفة كنت في القاهرة، فواحد صاحبي هو في معهد موسيقى عربية. وقتها انا كنت خلصت كلية تجارة. قال لي وليد انا اشتريت يعني استمارتين ابلكيشن لمسابقة في الأوبرا، وصاحبي ده اللي كان هيقدم بيها ما جاش، فايه رأيك تاخد انت الاستمارة دي وتقدم بيها؟ فانا يعني الأوبرا، يعني كل فكرة عن الأوبرا ان هما بس بيغنوا الغنى اللي هو الصوتي مفتوح واو الحاجات دي، فحسيت انه ليه ما جربش. فجربت بالفعل، خدت الاستمارة منه اشتريتها، وكانت فاكر وقتها كانت ب20 جنيه. ف انتي مش متخيلة ال20 جنيه دي عملت ايه في حياتي كلها. قبل ما اجي جدة اترشحت لدور بطولة في أوبرا اتعرضت لأول مرة، كانت إنتاج عمان، سلطنة عمان، وكنت أنا بطل العرض فيها، واتعرضت بالأوركسترا السلطاني سلطان قابوس الله يرحمه. ده كان بعد وفاته تقريبا ب40 يوم اتعرض العرض ده، وكانت حاجة قوية جدا جدا جدا، كان إنتاج ضخم. البروسيس بتاعت إن إحنا إزاي بنعمل أغنية، بتبقى كلمات، بعد كده اللحن، بعد كده بنعمل لها ديمو في الاستوديو اللي هو توزيع مبدئي، يعني موسيقى مبدئية للأغنية، وبعدها المطرب زي ما قلنا بيسمع الأغنية، عجبتني الأغنية دي، فبيجي بيسجل صوته عليها، لو الطبقة مناسبة لصوته تمام، لو مش مناسبة بنعدل بقى المزيكا كلها على صوت الفنان أو الفنانة. وابتدى يبقى عندي مخزون أغاني، يعني ابتديت أعمل أغاني وأتعلم جيتار، فابتدى الموضوع معايا واحدة واحدة كده لحد ما لقيتني محتاج استوديو اسجل فيه. ايوه، وعلي بقى اللاين بتاع صوتي لوحده، مش الريفيرب، الفوليوم. ايوه. يلا نجرب كده مع المزيكا. لا لحظة. وابتدينا ان احنا نعمل حاجات نسمع بيها استاذ احمد الشقيري وقتها، ووصل مجموع الالحان والديموز اللي اتبعتت له ل15 نسخة عشان نوصل للحن اللي هو عايزه. كان لأغنية طلع البدر علينا هو كان طالب انها تكون بلحن مختلف. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا. ابتدينا انه اشتغل معاهم في برنامج سين. كنت انا اداره فنيه للتتر وانا اللي جبت عزيز الشافعي عمل اللحن بتاعها، وكنت اشراف عام على الموسيقى والتسجيلات في مصر. دي كلماتي، انا بكتب برضو لغه عربيه فصحى، وده احب نوع ليا في الكتاب، يعني احب لون انا بحب اكتبه هو الحاجه الهادفه اللي بيكون فيها ديني، لانه يعني حاسس انه يعني ايه، بلاقي نفسي فيه، او بحس انه منه اقدر اعمل حاجه تعيش سنين اخد بيها ثواب كده. اول ما جيت هنا بدات مع فينيك في مجال التدريب، ابتديت اكتشف نفسي كمدرب، ابتدى شغفي يزيد في المزيكا اكتر، انه حسيت انه يعني صدقة العلم هو ان انت تعلم حد. ناس ما كانتش بتغني بقت بتغني في يومين. احنا كانت الثانويه بتاعت بوبي، ووليد ما كانش يعرف ثانويته امتى، وفجاه كلمني قال لي انا عملت اغنيه لباباكي. عملت لهنا اغنيه اسمها ما انتش بعيد. الاغنيه دي كانت سبب انها يعني اتعمل معاها لقاءات كتير، لان هي اصلا بنت فنان راحل اسمه ابراهيم يسري. ما انتش بعيد
محوطاني يا طيب انت مش بعيد. بدايتها معايا كانت في كفر عملناه الأغنية اسمها بنت الجيران بتاعت حسن شاكوش، فاحنا عملنا نسخة منها بقت ترند في فترة قليلة جدا، عملناها بلحن غربي يعني. ف فالأغنية دي ضايقت حسن شاكوش، وقتها اتعمل تقرير على ايتي بالعربي وكلموني وعملنا تقرير والصحف اتكلمت على الموضوع ده. فبعدها اتشالت الأغنية وحلينا بعد كده المشاكل مع حسن شاكوش ونزلت تاني وهي موجودة دلوقتي في كل حتة. ازاي اتاكد انها ما اتعملتش قبل كده؟ بالظبط، لان دايما بشوف مشاكل بين الملحنين، وده اخذ لحني اه بصي، هو احنا بنسمع كتير، يعني طبيعي ان احنا مفروض الملحن يسمع كتير. اللي بيخلي فيه تشابه في الالحان هو ان احنا بنسمع اعمال بعض، فانا مش بيحصل كده معايا. انا دايما بسمع مزيكا مش بسمع اغاني، يعني بسمع مزيكا مختلفة من جميع انحاء الدول في العالم، وبسمع جميع الاذواق. كل فترة مثلا باجي بقول الشهر ده انا هسمع اوبرا مثلا، هسمع اغاني تركي، هسمع مزيكا غربي. ف بحس انه لما بعمل حاجه بعملها ميكس الحاجات دي كلها مع بعض. عايزه طب ايه اتجنن واروح له مع اني لسه انا عارفه ده باين هو ده اللي انا مستنياه وحلمت اكون معاه، وبقت الاغنيه دي. كل نجاح بعمله بحس انه لا لسه بدري، لسه بدري. انا شايف ان انا كل اللي انا عملته ده انه لسه بدري، بحطه تحتي واطلع بقى عايز اعمل حاجات اكبر يعني. فحلمي العالمية